من زمان وأنا بقرأ الورق للناس، كل واحد فيهم داخل بقلب تقيل وخارج بحاجة كان فاكر إنها مستحيلة. بس أنت مختلف. النهاردة قبل ما تفتح الفيديو ده بثواني ورقة غريبة قفزت من بين الورق وكأنها كانت مستنياك. اسمها ورقة الهارب، الورقة اللي ما بتظهرش غير لحده حياته على وش نقطة انقلاب. ليه ظهرتلك؟ عشان في حد في حياتك هرب من وعد، من كلمة، من علاقة، أو يمكن حتى هرب من نفسه. والغريب، الطاقة اللي شايفاها حوالين الورقة دي راجعة ناحيتك. راجعة. بس اسمعني كويس، رجوع الشخص ده مش مجرد حنين، لا، دي تصفية حسابات كونية. في كلمة محتاجة تتقال، وفي حاجة كنت لازم تعرفها من زمان. شايفة قدامي طريقين، طريق مليان سلام بس فيه قرار صعب، وطريق تاني كله شغف، نار، ورجوع مفاجئ. والأغرب، انت لسه واقف بينهم، محتار بس متقلش. الورقة دي مش بتظهر عشان تخوفك، بتظهر عشان تفوقك، عشان في حاجة جاية أقوى بكتير من اللي فات. حاجة هتقلب ميزان حياتك. ADR. فاكر أول جملة قلتها؟ إن ظهور الورقة دي هيغير حياتك؟ أهو التغيير بدأ، والباقي هيتكتب بقراراتك مش بقدر الورق. لو حسيت إن الكلام ده ليك، يبقى الورقة كانت صح. ولو حسيت إنك شايف نفسك في الكلام، يبقى لسه في رسالة تانية مستنياك في القراءة اللي جاية.